صباح الفل. اوعى تقع في فخ اعياد الميلاد والمناسبات وحضور اعياد الميلاد والهدايا والفخ الرهيب ده. اوعى، انا يعني النهارده 19 ديسمبر 2025 وبمناسبه اقتراب عيد ميلادي، واوعى حد يكتب لي كل سنه وانا طيب. انا كل يوم وانا وانتم طيبين. ما تكتبليش عشان هعمل ديليت لكومنت، تمام؟ اوعى تكون بتقع في فخ اعياد الميلاد ده. اعياد الميلاد ده التزام. انا من زمان، من سنين يعني، وانا خلعت من الفخ ده من سنين، وانا لا بقول لحد كل سنه وانت طيب ولا بجيب هدايا ولا بحضر اعياد ميلاد. لان اول حاجه لازم تعرفها ان اعياد الميلاد دي بتبقى التزام رهيب، liability وريسبونسبيلتي، وانا ضد اي مسؤوليه تماما بصراحه. يعني انا في مرحله في حياتي كده قاعد فيها بقالي سنين طويله، مش عايز اي مسؤوليه باي شكل من الاشكال. المهم اعياد الميلاد دي لو تاخد بالك كده، ده انا شفت ناس بيعملوا في حساب البادجت اول ما الشهر بيبتدي، ميزانيه الشهر، بيعمل حساب هو عنده كام هديه لازم يجيبها. شفت ناس واحنا قاعدين في الساحل مثلا ولا في اسكندريه ولا في اي مكان لازم يقطع يعني الرحله والقعده الرايقه اللي احنا قاعدينها وينزل عشان يحضر للناس اعياد ميلاد. اعياد الميلاد دي التزام، بهديه لازم هتجيبها، بحضور عيد ميلاد لازم هتروح تحضره عشان بتجامل. انا بعتبر كل دي مجاملات، انا بالنسبه لي فارغه ماليش فيها. لو انت ليك فيها كويس، لكن قول لي كده النهارده مين فينا معاه البادجت الرهيبه دي او المسؤوليه او الوقت او الطقطان ان هو يحضر اعياد ميلاد؟ يا سيدي لما تحب تشوف حد ولا تبعت له ابقى شوفه. انا بعتبر، انا شخصيا يعني بعتبر ان كل يوم بصحى فيه الحمد لله بصحتي وقادر امشي واتمشى في الجمال ده، الحمد لله، الف حمد والف شكر لك يا رب ان الواحد بصحته وسعيد. ده كل يوم مفروض بحتفل بالحياه وبحتفل الحمد لله بصحتي وبحتفل بالدنيا كلها. ليه اقعد انتظر السنه من سنه لسنه عشان الناس تحتفل بيا؟ ما يمكن في خلال سنه من السنين دول على انتظاري لعيد ميلادي هموت، اكيد في سنه من السنين دول هيجي لي الموت. فانا مفروض ان انا احتفل كل يوم، الدنيا فيه جميله وحلوه. وبعدين مين قال لك تعالى هنا؟ يعني مين قال لك ان انا عايز اعرف نفسي ولا افتكر ولا اعرف جسمي عيد ميلادي؟ عارف كده اللي تسمع عن الريبروجرامينج او اعاده برمجه المخ، ان انت او جسمك ان انت ما تقولش قدامه عمرك. على فكره الكلام ده حقيقي. ليه نعرف اجسامنا عمرنا؟ وليه نقول لا انا شايف نفسي وقفت عند العشرينات، انا مقتنع بكده؟ ليه بقى تفكرني وليه تحسسني ان انا كبرت سنه ونقعد نحط كام شمعه وعندك كام سنه فالناس تسال فانا افتكر او اعرف جسمي؟ لا يعني يا ريت. انا مش عايز اعرف، مش عايز اعرف ومش عايز احتفل سنويا. اللي بيحبني وعايز يشوفني ونتقابل ونقول كلام حقيقي مش مجاملات فارغه يبقى يكلمني وهنتقابل، وكده كده احنا بنتقابل وبنشوف بعض اللي هم حبايبي يعني. لكن غير كده بالنسبه لي اي كلام يا عبد السلام. فاوعى تقع في الفخ ده، ده التزام. ولو انت كان عيد ميلادك مؤخرا، لان انا بقالي فتره كده واخد عهد على نفسي ان حتى لما بشوف بوست بتاع اعياد ميلاد بتاع حد، يعني ممكن يكون حد انا بعمل له لايك ولاف وهارت وحاجات على كل حاجه من باب المجامله لانه بيعمل معايا نفس الشيء، فتره عيد ميلادك او اي ذكر لعيد ميلاد انا ما بعملش عليها لايك، بعمل نفسي مش شايف لسبب وجيه جدا، ان انا اولا مش عايز ده يبقى انا بشيل الحرج عنك انت، مش عايز ازعل منك، لان ممكن لاي سبب انا ابعت لك وابقى اقول لنفسي ما انا بعت له ولا عملت له وانت تنسى، فليه ازعل منك؟ انا مش عايز ازعل منك، بكلمك بجد والله العظيم. فانا شايفه ان احنا نشيل الحرج من على بعض ونشيل المسؤوليه ونشيل كل الالتزامات الماديه والوقت والسفر، وكل واحد يحتفل مع نفسه. او في العيله الصغيره، اكيد عيلتي الصغيره طبعا بنقول لبعض كل سنه واحنا طيبين، ده طبيعي، لكن المهم ان هو مش التزام ونقعد نستنى لبعض على الواحده مين كلمني مين ما كلمنيش مين جاب لي ايه، ونحط في بالنا هنجيب هديه شكلها ايه. طب هي قيمه